السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا مشاهدينا من جميع أنحاء العالم، ولا سيما إن احنا في رمضان وفاضل على الفطار نص ساعة بالتمام والكمال، 30 دقيقة في حكم الليبراري البيانكو نيري. ولا سيما إن احنا دلوقتي متجمعين مان تو مان بنحضر الفطار. ولا سيما ان جالي تليفون دلوقتي بيقول لي محمد رمضان الاسطوره فاطر. ليه يا محمد يا رمضان كده؟ بقول لك ايه، محدش قالك ان انا فاطر قبل كده، ولا عمري فطرت يوم في رمضان. بس النهارده كنت بتخانق مع عصام النمر وبقول له قول لي يا عصام الفرق اللي بيصوم في رمضان ولا ما بيصومش، فعشان كده انت قلت عليها فاطر. ولا سيما ان محمد سعد الليمبي كمان فاطر، ومش ممكن، مش معقول خالص خالص خالص. سنة واحدة يا عم الحاج، او انا عشان قلت النوسة ان انا بحبك وانت لف وكده يلا يا رب انت عالم بقى. ولا سيما ان الحاجة قطاطة شكلها فترة بتدور على سجارة من الصبح. يا ضهري هات سيارة يا مان يا حبيبي. النبي ده حبيبي ما فطرت ولا شفته. النبي ما كانش الا ورك فرخة اكلت من يا ضهري. ولا سيما ان الرئيس محمد انور السادات كمان فاطر. ليه بس كده؟ بسم الله وبسم الأم. بصراحة يا ولاد إن الفطار النهاردة شيق. أي. ولا سيما ان عم شكشك كمان فاطر. ليه كده يا عم شكشك؟ ازيك يا حبيبي، ازيك يا بابا. انما حبيبي فطرت عشان ابني حسام خادم رتب مني وصرفه على مراته التانية وسابني من غير فطار يا حبيبي. ولا ايه عارف يا عيني على الزمن وعلى الدنيا وعلى الايام. انت فاطر يا عم شكشك، يا عيني على الزمن وعلى الدنيا وعلى الايام. فاطر يا عيني على الزمن وعلى الدنيا. ولا سيما ان بيقولوا ان الابله فاهيتا كمان فتره في رمضان. ليه كده بس يا فوفه؟ ليه كده يا فاهيتا؟ يا وعدي والنبي يا حبيبي ما فطرت انا ولا كركوره. امال بيقولوا الكلام ده ليه؟ بيقولوا ان هم شافوك في الدوبلكس وانت طالبه فطير وحمام محشي وحمام بزغليله وحمام بالفريك. ده انا حتى كركوره كانت هتموت من العطش وقلت لها استني عمي كايما نتكشف عزيمنا. ولا سيما امال اللي انتوا بتجيبوا لي المعلومات غلط ولا ايه؟ الحاج القرموطي البلعوطي عين اعيان نزلة السمان بيقولوا ان هو شافوه هو رافع جردل للميه كله. مش ممكن كده يا حاج القرموطي، مش ممكن خالص خالص خالص. معلش يا عمنا عشان ما ودلعش يابا في ام الدنيا دي. معلش يابا احنا بنتكلم، ما حدش قال لك ان انا فاطر يا عمنا. مش قرمط اللي يفطر. معلش يابا ارمي الكارت ده حدوته اشوفها بتولع دلوقتي. معلش يابا انا كنت في العراق بصدر مانجا هناك. معلش اشترم المانجا من ابو عن تعلن جمعيه ارهاب الدوله عن مسؤوليتها في افطار الصائمين في رمضان. معلش يابا احنا بنتكلم، مش بنهزر يا عمنا. معلش يابا احنا بنتكلم. انت يا عم السيد ابو حفيظة فطرت النهاردة في رمضان ليه؟ تقدر تقول لي السبب؟ أسأل اللهم مساءكم من جديد. وش كده؟ أنا أحترم وجهة نظرك جدا، وأحب أقول لك يا أستاذ أيمن إن أنا كنت نايم في بيتنا. يعني حبيت كده أقوم من على السرير الصبح الساعة 10، اتكعبلت وصلت للمطبخ، إزازة المية وقعت في بقي، قلت لا قدر الله. مفيش ثواني ولقيت الحلة مكفية. رغيف عيش كله دخل في بقي، مش عارف دخل ازاي. حته جبنه وحته جبنه اسطنبولي ويش. يعني ماليش ذنب يا استاذ ايمن، ماليش ذنب خالص. ان الموضوع ده لو هنيجي نحلله باللغه الدماغيه هنلاقي عندنا ترمسه مهيسه وانشكاح في الاملاح وش يدينا هري في الجري. ما تقوليش ان انت فطرت بعد كده، عشان ده كان قضاء وقدر غصب عني. ويش